المهم أعزائي، قال: واعتمد عليه الكليني وذكر أكثر أجزائه متفرقة في أبواب الكافي، وكذا غيره من أكابر المحدثين، وشرح أجزاء الخبر مذكور في المواضع المناسبة. جيد. إذن العلامة المجلسي أعزائي يعتقد بأن هذه الرواية من حيث السند مقبولة أو ضعيفة أعزائي؟ من حيث السند ضعيف. وهذا ما يصرح به أيضا أعزائي في مرآة العقول المجلد 17 صفحة 61. المجلد 17 صفحة 61، يعني عندما يأتي إلى روضة الكافي أعزائي ينقل الرواية هناك ويشير إلى أنها ماذا أيضا كذلك. طبعا مو هاي الرواية ينقل رواية أخرى عن فيها القاسم بن يحيى يقول ضعيف. إذن القاسم بن يحيى بالنسبة إلى العلامة المجلسي بحسب المبنى الرجالي ماذا؟ ضعيف. الجزء 17 صفحة 61 في رواية اللي هواي رواية مولانا، هواي رواية عجيبة غريبة، بودي أن الإخوة يراجعوها. ورود تبع وأصحاب الفيل البيت وحفر عبد المطلب زمزم وهدم قريش الكعبة، فيها أمور عجيبة غريبة. من ناقلها؟ من ناقلها؟ هذا القاسم بن يحيى أعزائي، هذا القاسم بن يحيى مولانا ناقل الرواية عن جده، عن القاسم بن عن جده، اللي العلامة التستري يقول: وإذا لم يكن عندنا أي دليل على ضعفه إلا هذه الرواية لكفت أن يكون ماذا؟ أن يكون ضعيفا. هسه هاي الرواية شكوا فيها مضمونة، واقعا يأخذ وقتا خارج بحثنا. هسه هاي الرواية أعزائي التفتوا لي جيدا، هاي الرواية أبو 400 اللي محل شاهدنا، هذه الرواية أعزائي منقولة من أصل وكتاب للقاسم بن يحيى. منو يقول هذا؟ يقول الشيخ الطوسي في الفهرس، يقول: كان له كتاب هو المنقول فيه الفضائل 400 اللي واردة عن أمير المؤمنين. في الفهرس أعزائي للشيخ الطوسي أعزائي رقم الترجمة 575، القاسم بن يحيى الراشدي له كتاب فيه آداب أمير المؤمنين. هذا الذي الآن الحديث المعروف ماذا؟ بال400، هذا مأخوذ من هناك.